يوم الأربعاء في 7 من شهر ربيع الثاني عام 1388 وصل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز برعاية الله وحفظه إلى بحيرة بدر. ونرى سموه الكريم هنا يختبر إحدى البندقيات، ثم أمسك سموه بإحدى البندقيات واتجه نحو غابة تكثر فيها الحيوانات. ثم صوب بندقيته واصطاد هذه الزرافة. يوم الأربعاء في 7 من شهر ربيع الثاني عام 1388 وصل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز برعاية الله وحفظه إلى بحيرة بدر. ونرى سموه الكريم هنا يختبر إحدى البندقيات، ثم أمسك سموه بإحدى البندقيات واتجه نحو غابة تكثر فيها الحيوانات. ثم صوب بندقيته واصطاد هذه الزرافة. يوم الأربعاء في 7 من شهر ربيع الثاني عام 1388 وصل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز برعاية الله وحفظه إلى بحيرة بدر. ونرى سموه الكريم هنا يختبر إحدى البندقيات، ثم أمسك سموه بإحدى البندقيات واتجه نحو غابة تكثر فيها الحيوانات. ثم صوب بندقيته واصطاد هذه الزرافة.